الشرف كبير لينا أنت موجود معنا اليوم. وأنا كتير يعني في الانتظار أسمع كلامك سيد زفزافي. تفضل. شكرا. في البداية أطلب منكم شيئا واحدا، وهو أن تقفوا معي إجلالا وإكراما للمعتقلين. شكرا. الرسالة يا ثانيت أريقت بصفة يعني استعجالية، فأتدغاس العرف تعتذر زقيت مايك جنديري فين وما راهو تفهم شي عرفت، لأنه أننا يودي قاعدين الترجمة أننا الترجمة زيد عرف اللغات الأخرى، فأستسمح. في بداية الحديث ومن لباقته لا بد أن أرفع عبارة الشكر إلى البرلمان الأوروبي في شخص من استضافني في مقره المحترم. شخص من استضافني في مقره المحترم، كما أشكر بعض الشباب الذين يعملون في صمت وبإخلاص ليتسنى للحضور في هذا الصرح العظيم. أما السيد النائب كاتبيري فإنني أرفع لها القبعة وأقبل يدها احتراما وتقديرا لها نظرا للمجهود العظيم الذي بذلته من أجل هذا اليوم وهذه اللحظة وهذه الساعة وهذه الدقيقة. أيها السيدات والسادة، من موقع المسؤولية الأخلاقية أتحمل أمانة القول بعيدا عن عبث المزايدات التي يصان العاقل عنها لاستقراء الممارسات المرفوضة في بلد الريف الذي عانى ويعاني، وأستسمحكم للتذكير بمحطات عديدة كلها تتحدث عن المقاربات الأمنية، مقتصرا على الحديث منها دون الغوص في القديمة، بداية من سنة 59 التي تعرض أهلنا فيها إلى مذابح ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، من مجازر جماعية واغتصابات جماعية وبقر بطون الحوامل وقتل الرضع ونهب الممتلكات وحرق البساتين، مرورا بأحداث 84 و900 التي عاشت مجزرة رهيبة، وأحداث 2011 التي تم فيها قتل 5 شبان والرمي بجثثهم في محرقة داخل وكالة البنك الشعبي بالحسيمة، وانتهاء بحادث مقتل السماك محسن فكري يوم
28 أو الجمعة 28 أكتوبر من سنة 2016 قتل في أقذر مكان داخل شاحنة طحن النفايات، مما حفز سكان الريف بالحسيمة أن ينتفضوا سخطا على الحادث، لتتحول الانتفاضة إلى حراك شعبي سلمي بحمل الشموع والورود لمدة 7 أشهر في مسيرات سلمية راقية وحضارية، دون أن يكسر أثناءها كأس واحد ولا إراقة قطرة دم واحدة، حتى أبهرت القارات الخمس، ليتحول الريف إلى مدرسة يستلهم دروسها العالم، مثل منهجية المقاومة أثناء حرب الريف التحريرية في عشرينيات القرن الماضي، التي تدرس في كبريات الأكاديميات العسكرية التي تتخرج منها النخبة الولايات المتحدة الأمريكية نموذجا. كما أعطت الحسيمة دروسا في كيفية الاحتجاج السلمي، ويمكن أن أقول كاتالونيا وجرادة وسائر المناطق المحتجة نموذجا كذلك. رغم رقي احتجاجنا وانتظارنا للجهات المسؤولة للاستجابة لملف مطلبنا الاجتماعي المحض، وبعد 7 أشهر تم الاستجابة أمنيا وقمعا واعتقالا وتعذيبا وتعنيفا، وتحولت مدينة الحسيمة إلى سانتياغو تشيلي في عهد بينوتشي، وإلى حدود اليوم ما زال الوضع يراوح مكانه. ونظرا للوضعية المزرية لمنطقتنا ومدينتنا الحسيمة ولمعتقلين البالغين منهم والقاصرين الموزعين على سجون الوطن انتقاما من عائلاتهم ومنهم، إلى درجة أن اعتقل 3 من أبنائها ووزعوا على سجون فاس وتونات وقرسيف للإمعان في الانتقام من والدتهم عندما تحاروا في كيفية زيارتهم. هذا بغض النظر عن أيقونة الحراك ناصر الزفزافي الذي يعيش في مرحاض انفرادي منذ بداية اعتقاله إلى حدود اليوم، حيث يعاني من شدة الرطوبة والضيق إلى درجة أن الحساسية بلغت في جسده مداها، بدليل نقله من قاعة المحكمة إلى قسم المستعجلات الدار البيضاء نظرا لاستعجالية الموقف. وهذا غيظ من فيض أيها الإخوة. ومن أجل ما ذكر نلتمس من البرلمان الأوروبي أن يشكل لجنة لزيارة هؤلاء المعتقلين للوقوف على حقيقة حالهم، كما نلح على القيام بزيارة لمدينة الحسيمة لاستجلاء حقائق القول. وهذا ليس من باب لي يد جهة ما، بل من باب التدخل باسم روح الإنسانية لنحظى بالأمن والأمان في بلدنا الريف، ويطلق سراح أبنائنا ونعامل بلطف المسؤولية بدل الإفراط في استعمالها. لهذا نحن اليوم في هذا الصرح الكبير، ألا وهو مقر البرلمان الأوروبي الذي يمثل جميع دول أوروبا، أملا في إيجاد حل المعضلة المعاشة في بلدنا الريف. وقبل الختام أكرر الشكر لكم وللحضور الكريم، وشكرا. شكرا. إينا إذا ذرايف ليس مثلا إلى آخره أستسمح مرة أخرى، لأنه الطلب نزقلنا يتصل عرف على أساس أنه وحمة تفتير الترجمة اللغات الأخرى فسمى شكرا سيد زرزافي.
كمان بنقول لك شرف لينا كبير أنت معنا اليوم. شكرا جزيلا.